إصابة أيوب الكعبي تثير قلق أولمبياكوس قبل مواجهة حاسمة. باتشوكا المكسيكي يعلن تمديد عقد أسامة الإدريسي حتى 2028. أنصيري يحلق في سماء تركيا هدف عالمي جديد يؤكد تألقه اللافت. حاكم زياش يبشر ركراكي بخبر صار قبل معسكر مارس. أطلق الدولي المغربي حكيم زياش اللاعب دحيل القطري خبرا سارا يطمئن في عشاق المنتخب المغربي. والناقب الوطني وليد الركراكي مؤكدا أنه يعمل بجد لاستعادة جاهزته البدنية والفنية. وجاء تصريحاته خلال ندوة صحفية عقدها الخميس 27 فبراير 2025 عاشت مباراة فريقه أمام الشاحنية في الدوري القطري. وقال حكيم زياش الذي انضم إلى الدحيل قبل 4 أسابيع: أتدرب بجدية كل يوم لأستعيد مستواي وأشعر أنني أتأقلم جيدا هنا في النادي والدوري. وأضاف بحماس: منذ اللحظة الأولى شعرت أنني في بيتي بفضل استقبال رائع من الفريق وهذا يسعدني على تقديم أفضل ما لدي لزملائي. اللاعب المغربي الذي غاب عن المنافسة لنحو شهرين بسبب أزمته مع النادي السابق galatasaray التركي أكد أنه يتقدم شيئا فشيئا نحو الجاهزية الكاملة. هذا التصريح يحمل أخبار مباشرة ركراكي الذي يستعد لإعلان عن قائمة أسود أطلس لمواجهة النيجر وتنزانيا في مارس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026. فغياب زياش عن المنتخب في الفترة الأخيرة بسبب افتقار التنافسية مع galatasaray جعل عودته المرتقبة محط الأنظار الجماهير التي تتطلع لرؤية نجمها في أبهى حلة. كشف خوسيه لويس مدرب النادي أولمبياكوس اليوناني كرة القدم تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي أيوب الكعبي خلال المباراة التي فاز بها فريقه على أياك أثينا ب6 أهداف دون مقابل في الذهاب النصف النهائي كأس اليونان. وشارك أيوب الكعبي كبديل في الدقيقة 73 وسجل الهدف السادس فريقه بعد 5 دقائق فقط قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 83 بسبب الألم في العضلة الفخذ. وأعرب أيضا المدرب عن مخاوفه بشأن الحالة الصحية للمهاجم المغربي مؤشرا إلى أن الفترة القصيرة قبل المباراة المقبلة في الدوري أمام أياك أثينا تجعل من الصعب على الكعبي التعافي في الوقت المناسب. وقال المدرب أيضا إن الإصابة كانت طفيفة لكن التعافي السريع يبدو غير محتمل بسبب ضيق الوقت. فمن جانب آخر أشارت تقارير إعلامية يونانية إلى أن هذه الإصابات تشكل انتكاسة كبيرة لأولمبياكوس الذي سيضطر للاستغناء عن أحد أبرز نجومه في اللحظة الحاسمة من الموسم. وسجل الكعبي 23 هدف في مختلف المسابقات هذا الموسم منها 15 هدف في الدوري كهداف له. وصل النجم المغربي يوسف نصيري تألقه اللافت مع فريق فربخشة التركي حيث سجل هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أمام غازي عنتب في كأس تركيا اليوم الخميس ليؤكد بذلك على مستوى المميز وقدراته التهديفية العالية. وجاء الهدف النجم المغربي في الدقيقة 28 من زمن المباراة عندما استقبل كرة عرضية بلكة نصف هوائية متقنة مسجل هدفا عالميا أثر إعجاب جماهير والمتابعين. هذا الهدف يضاف إلى سلسلة تألق نصيري مع الفربخشة سواء في المنافسة المحلية أو القارية. ويفضل هذا الأداء الرائع أصبح مهاجم المنتخب أحد أبرز اللاعبين في الدوري التركي ويحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجماهير. ومن المتوقع أن يكون نصيري حاضرا في قائمة المنتخب المغربي التي سوف تخوض مباراتي النيجر وتنزانيا حيث سيقود خط الهجوم في تشكيل أسود أطلس وذلك بعد تألقه الكبير الذي يجعله النجم الأبرز والأقرب للعب بشكل أساسي. أعلن النادي باتشوكا المكسيكي عن تمديد عقد المغربي أسامة الإدريسي بشكل رسمي. وجدد باتشوكا عقد اللاعب المغربي لمدة 3 مواسم أخرى حتى عام 2028 بعد بصمه على مستويات جيدة رفقة سواء في الدوري المكسيكي أو في المسابقات الخارجية. يشار إلى أن اسم الإدريسي كان قد ارتبط بانتقال إلى عديد من الأندية خلال الميركاتو الشتوي الماضي من بينها الأهلي المصري والنادي أمريكا وذلك بعد تألقه رفقة باتشوكا وخصوصا بعد ظهوره اللافت في كأس القارات الأندية.